السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت بس نعلق على موضوع لفت انتباهي على صفحات الإنترنت أو اليوتيوب. الفتنة اللي حاصلة بين السعودية وتونس، أو بعض أفراد الشعب السعودي وبعض أفراد الشعب التونسي. خلينا ما نضخموش المشكلة لأن أكيد في عقلاء في الدولتين. أتكلم على الناس اللي هي حصلت مشاكل بينها أو تراشق بالألفاظ البذيئة على اليوتيوب مثلا. على العموم، القصة باختصار أنه تونس قامت بثورة ضد ما كان يسمى بالرئيس، والحقيقة هو مخرب وليس رئيس. على العموم، تونس قامت بثورة ضد الرئيس، فالرئيس هرب، لم يجد أي دولة تستقبله في العالم، فاستقبلته دولة السعودية. خرج مسؤول سعودي على شاشات التلفزيون قال أن الحكومة السعودية تساند الشعب التونسي وتبارك ثورته، ولكن نرى أن من مصلحة تحييد رموز النظام السابق من مصلحة الشعب التونسي. تمام، أعتقد كلامي واضح. بارك الله فيك أيتها الحكومة السعودية، وجزاك الله عن الأمة الإسلامية كل خير، وأنا ألتمس لكم حسن النية. أوكي، الآن الحكومة التونسية أصدرت حكم بالحبس على الرئيس التونسي المخلوع. يعني إذا رجع الرئيس التونسي من السعودية إلى تونس حيبقى في السجن. فأعتقد أنه من الآن فصاعدا الحجة انتهت. حجة الحكومة السعودية بإبقاء الرئيس التونسي المخلوع في تونس، وهي التي قالت باستمرار أننا قطعنا عنه الاتصالات، وبالتالي فإنه لن يتصل بأي شخص أو لن يقوم بأي تصريح سياسي، وبالتالي سنبعد خطره عن الثورة التونسية المباركة كما قال المسؤول السعودي. الآن الرئيس التونسي عليه حكم بالحبس. أعتقد الحجة انتهت. هذا بالنسبة للفتنة بين الحكومات. أما بالنسبة للفتنة بين الشعوب، أولا بالنسبة للتونسيين عندي لهم طلب واحد فقط، أنهم البعض منهم يتعصب قليلا، فممكن يقول مثلا يشتم السعودية بشكل كامل، أو يقول آل سعود. آل سعود كغيرهم من البشر فيهم الصالح وفيهم الطالح. لا أعتقد أن أي إنسان مثقف أو عاقل أو على مقدار بسيط من الالتزام يسمح لنفسه بأن يشتم قبيلة كاملة أو مدينة كاملة أو دولة كاملة. في كل مكان فيه الصالح وفيه الطالح، سواء كانوا آل سعود أو غيرهم من القبائل العربية. وبالنسبة للشعب السعودي، يعني أنت كمواطن سعودي تمثل بلدك، فالمفروض إنكم أنتوا بلد السنة المفروض يعني. ففي أشياء بسيطة مثلا كيف حديث بتاع رواع جاء على لسان علي بن أبي طالب عندما قال لعن الله من أوى محدثا. والمحدث طبعا هو الرجل الذي حنقرأ بس عشان ما نلخبطش، هو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. طبعا موجود في موقع رسالة الإسلام. يعني باختصار وبالعامية، المحدث هو الذي يقوم بجريمة تستوجب إقامة الحد عليه ثم يذهب ليستجيب بشخص آخر. وأتفاجأ وأصدم بأن أعداد لا بأس بها من الشعب السعودي يقولون أن استضافة الرئيس التونسي دليل على كرم أخلاق وكرم ضيافة آل سعود. هم يقصدون الحكومة السعودية طبعا. أقصد نحن مسلمون، وأنتم بالأخص مفروض تكونوا أكثر دولة متمسكة بالإسلام. يعني كيف تخلطون بين كرم الضيافة إذا كان كرم الضيافة يستوجب لعن الله؟ يعني لعن الله من أوى محدثا، وزين العابدين بن علي محدث، هذا أمر مفروغ منه. احتجيتوا بالمصلحة والمفسدة، انتهت المصلحة والمفسدة، عليه حكم حبس، يعني إذا رجع سيحبس. هذه نقطة حبيت نوضحها للجميع. بعدين ملاحظة أخرى معلش، يعني على الأقل كنت أتمنى من علماء السعودية بالإجماع، أوكي، إنهم يخرجوا على الأمة الإسلامية ويفهمونا على أي أساس هذا الحديث لا ينطبق على حكومة السعودية. طبعا نحن لسنا بأطفال نصدق أنه كرم ضيافة، أو أن الرئيس التونسي جاء بحجة العمرة ثم بقى. الطلبة أو الليبيين عندما يأتون إلى العمرة وينتهي وقت تأشيرة العمرة كانوا يرحلون إلى ليبيا، وأنا أعرف هذا. أوكي، الطلبة اللي يأتون للعمرة ويبقون للحج يرحلون عند انتهاء الفيزا.
فالرئيس المخلوع إذا كان جاء للعمرة، الرئيس التونسي المخلوع، أعتقد أن الفيزا انتهت، فيجب ترحيله. وبعدين على الأقل يا أخي علماء السعودية المفروض يخرجون إلى تونس يخاطبون الشعب التونسي. هناك فتنة حصلت الآن، مش دائما يحذرون من الفتنة، ها هي الفتنة أتت الآن. واجب العلماء يفهمونا، يقولون لنا لماذا ليست لعنة الله على الحكومة السعودية، عشان احنا بصراحة تلخبطنا. احنا كمواطنين مسلمين لدينا قدر بسيط من العلم الشرعي، يعني حابين نفهمه، لكن نحن مش مستعدين إلى عبادة ولاة الأمور. نحن نريد طاعة ولاة الأمور عندما يكون ولاة أمور. لا أتكلم عن الملك السعودي، رغم وجود 600 ألف مواطن سعودي تحت خط الفقر، ومنتخب الكرة يصرف عليه المليارات، وسوبر ستار يصرف عليه المليارات، هذا ليس موضوعي، هذا عندي أنا لا يستوجب الخروج. لكن مشكلة الشعب السعودي يريدنا نحن أن نعامل رئيس تونس ورئيس مصر ورئيس ليبيا كولاة أمور. يعني سبحان الله، هؤلاء الثلاثة حاربوا الدين وحاربوا الله وحاربوا الرسول. يعني يكفي في رئيس تونس، إذا كنتم لا تصدقون بأنه محدث، رئيس تونس فاتح بيوت دعارة. تخيلوا، حاشا لله أن يقوم ملك السعودية بافتتاح بيوت للدعارة في مكة. شو أنتم بتكون ردة الشعب السعودي؟ هذه هي ردة فعل الشعب التونسي. تريدون القول بأن الشعب التونسي شعب منحل وشعب غير لا يلتزم بتعليم الدين الإسلامي؟ ليس كل الشعب التونسي. هناك فئة من الشعب التونسي منحلة أخلاقيا أو غير ملتزمة دينيا، وهناك فئة كبيرة من الشعب السعودي أضعه على رأسي من فوق، بصراحة ناس محترمة وملتزمة، وأنا عشت معهم شخصيا وأعرفهم على قدر كبير من الالتزام، لا أزكيهم على الله، لكن هذا ما رأيت بعيني. يعني هذا نقطة بس حبيت أوضحها. فأتمنى من الناس بشكل عام يتوقفوا عن سب آل سعود بشكل كامل. حتى السعوديين نفسهم يسبوا في آل سعود. يا بشر، آل سعود قبيلة كاملة فيها الصالح والطالح، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن نسب قبيلة أو مدينة أو دولة كاملة. وبالنسبة للسعوديين كشعب أو كحكومة، رجاء ارحموا عقولنا. نحن كبشر في هذا القرن لدينا عقول ونفكر. فلا تقولوا بأنه أتى للعمرة، ولا تقولوا بأنه الآن يحفظ القرآن في السعودية وابنه يحفظ القرآن في السعودية. بقاءه في السعودية يستوجب اللعن. لعن الله من أوى محدثا. وإذا كان كلامنا خطأ بأدب تأخذون كلامنا تنقلوه إلى مشايخ السعودية، وعندكم الآلاف من المشايخ ما شاء الله، أوكي، وهم يردون علينا يقولون لا هذه حالة خاصة. أنا لا أجد لهم عذر، لكن أنا لست شيخ عشان أحكم عليهم. فأتمنى بس يكون رد. هذا موضوع يعني. وبالنسبة للموضوع الآخر، موضوع وجدي غنيم سب آل سعود، وجدي غنيم عندما تكلم قال حديث بتاع لعن الله من أوى محدثا. طب مفتي السعودية، خليش نروح بعيد، مفتي السعودية قال حرفيا وسمعته بأذني، وأرجوك تطلب مني الرابط وأنا مستعد، قال بأن من يدعو إلى الاختلاط فهو منافق وعدو لله والرسول. نفاجأ بعد عدة أشهر أن الحكومة السعودية تقوم بافتتاح جامعة مختلطة. يعني أنا كمواطن توا أحترم العلماء، شو بيكون تفكيري؟ هل الحكومة السعودية منافقة وعدوة لله والرسول؟ على الأقل يجب على الشيخ أن يظهر بعد ذلك ويقول بأن المسألة خلافية، يقول بأن هذه حالة خاصة. لازم يوضحوا الأمور. ما ينفعش يقول فتوى على التلفاز واضحة وصريحة. طبعا هذا غير ما سبقه من العلماء، الشيخ ابن عثيمين وكذا، يقولون بأنه من يدعو إلى الاختلاط فهو داعي على باب النار. فهل الحكومة السعودية الآن داعية على باب النار؟ لازم المشائخ هم اللي يحلوا الفتنة بين الشعوب. نحن كشعوب عربية نحترم المشائخ، لكن كلامنا المشائخ واضح. يعني والحكومة السعودية عندما ناقشت بعض السعوديين يقولون هذا أنتم تحرمون علينا التطور وتحرمون علينا، تحقدون علينا عشان نحن عندنا جامعة متطورة. أنا لا أحقد عليكم عشان عندكم جامعة متطورة. أنتم عندكم عيوب وميزات في شعبكم، ونحن عندنا عيوب وميزات في شعبنا. أصلا أول عيب في شعبنا وفي شعبكم إننا نحن ما زلنا نقول شعبنا وشعبكم، المفروض أن نحن مسلمين يعني. فأتمنى تكون فكرتي واضحة، ويا ريت بلاش تقولوا أن أفكاري أفكار غربية، أو أنا إنسان شيعي أو أو إلخ. أنا نقلت إليكم رأي مفتي عام السعودية في الاختلاط، وأنتم تعلمون أن الحكومة السعودية قامت بالاختلاط. نقلت إليكم حديث الإمام علي رضي الله عنه، وأنتم تعرفون أنهم الحكومة السعودية استضافت زين العابدين بن علي، مع أن عليه حكم بالحبس.
أنا آسف إذا تدخلت في أموركم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما منعنيش أن يتدخل في أمور الشعب التونسي أو أمور الشعب السعودي. فإذا كان تدخلي في شؤونكم حرام، فأتمنى واحد يأتيني بفتوى شيخ، أو يأتيني بحديث، أو يأتيني بآية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.